شهر 4 يا فندم، شهر 4 تمام. نازل تحت البيت، لقيت ولد واقف بمكنه ولامم حواليه كام واحد بيبيع لهم مخدرات. انا هحكي لحضرتك الموضوع باختصار كده عشان ما اطولش على حضرتك. اتفضل. واقف بمكنه بيبيع لناس مخدرات، انا ما اعرفوش، اول مره اشوفه. رحت تمام. عليهم، تمام، مم. بقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت واقف هنا قدام البيت تبيع مخدرات؟ وفي ناس واقفه وناس طالعه وناس نازله وحريم وبنات وكده. طبعا شد معايا وقال لي انا ببيع مخدرات لاي حد في اي حته، وشد معايا بالكلام. تمام، قلت له طب خلاص اتكل على الله من هنا، روح بيع بعيد. الولد مشي، دور المكنه بتاعته ومشي. فيش بعديها بتلت ساعه، نص ساعه بالكتير جدا، لقيت دخل عليا مكن من كل ناحيه، تمام، اكتر من 10 تنفار، باسلحه بقى، سنج ومطاوي يعني راح وباراشوتات. جاب ناس ورجعوا لك تاني؟ ايوه يا فندم. تمام. تمام، وانا واقف لوحدي، تمام. ما فيش، زي ما بقول لحضرتك، دخلوا عليا باسلحه، ما تكلموش معايا اصلا، يعني ما فيش كلام حتى، مش يسالوا في ايه اللي حصل، لا. تمام. راحوا نازلين عليا، راحوا قعدوا يضربوا فيا، تمام، بالسنج وبالحاجات ديت. جيت اجري منهم، طبعا ما عرفتش. اخدت باراشوت في صدري، الباراشوت ده يا فندم اللي هو بتاع المراكب بتاع البحر، طلقه ناري كده بتطلع منه. ايوه. تمام، ادوني باراشوت في صدري، وقعت. تمام، كنت هموت خالص من الباراشوت. وقعت على الارض، راحوا اتلموا عليا تاني، الباراشوت والولد ده اللي اللي هو. هو بيتحط في زي مسدس بيتعمل بيه استغاثه في البحر؟ ايوه يا فندم، الله ينور عليك، هو ده طلقه يعني ناري. خرطوش يعني؟ مش خرطوش، مش خرطوش فرد حارق، خرطوش. خرطوش حارق. تمام تمام. اه. بعد كده اتلموا عليا، بعد ما خدت الباراشوت دوت في صدري وقعت، اتلموا عليا. قام الولد اللي هو اللي كان واقف بيبيع مخدرات ده، راح معورني في ايدي بسنج، قطع لي اوتار دراعي الشمال كلها. بعد ما رحت وقعت، عملت. بعد ما اه. وقعت من الخرطوش الناري ده؟ اه. تمام. كان عايز يديني على دماغي بالسنجه ولا بالسكينه الكبيره اللي معاه دي، تمام. صديتها بدراعي وانا مرمي على الارض، تمام. قطع لي اوتار دراعي كلها طبعا. وبعد كده جريوا، قعدوا يضربوا باراشوتات في الشارع كله عشوائي، وجريوا. تمام، رحت المستشفى، دخلت العنايه المركزه، تمام، ورحت عملت محضر في النيابه في اسم ال40 وفي النيابه، ورحت النيابه، تمام. وخدت طبعا رقم المحضر، والعيال اتعمل لهم ضبط واحضار. واسم ال40 اللي انا تابع ليه يا فندم، اللي المشكله كانت فيه، ما خدش اي اجراء ضدهم ولا عمل اي حاجه ولا جابهم. يعني فالعيال. ما نزلوش قبضوا على العيال دي بعد الواقعه دي؟ لا تمام. خالص، ولا واحد فيهم. تمام. اكتر من 10 تنفار يا فندم، بس انا عامل محضر في 4 تنفار اللي انا عرفت اساميهم. تمام. تمام. مم. ولا واحد اتمسك. العيال طبعا اللي هم بتوع المشكله دولت، لما ما اتمسكوش كده وانا نزلت الشارع تاني وبدات اروح شغلي وكده، بداوا يظهروا لي تاني ويهددوني: انت لازم تتنازل عن المحضر اللي انت عامله. تمام، بداوا يجوا لي عند البيت ومعاهم اسلحه، معاهم فروده اللي هي الخرطوش، ومعاهم الباراشوتات دي برضو. وبداوا يجوا لي عند الشغل، اطلع من الشغل الاقيهم واقفين. تمام. مم. ما بقتش عارف اروح منهم فين ولا اعمل ايه. اكلم الاسم، يعني اكلم الاسم اقول لهم يا جماعه العيال بتجيلي عند الشغل وعند البيت، مفيش اي اجراء بيتاخد ضدهم خالص نهائي. مم. والنيابه عامله لهم ضبط واحضار، مع العلم يا فندم ان هم، يعني واحد اسمه محمود سعيد ده سبب المشكله، ده اللي كانوا بيبيع مخدرات، عليه 18 سنه غيابي، مشاكل تاني مع ناس تاني. تمام. هو واخد 18 سنه غيابي. مم. واللي ضربني بالباراشوت دوت واحد اسمه استاتي، برضه عليه حكم غيابي ما اعرفش كام سنه، بسبب مشاكل تاني برضه. تمام. والحكومه بتاعتنا بتاعت اسم ال40 مش عارفه تمسكهم بقى، مش عارف ولا في تواطؤ ولا في، انا مش عارف بصراحه. تمام. الكلام تمام. ده من شهر 4 اللي فات؟ من شهر 4 لحد دلوقتي يا فندم ما يعني اتمسكوش في حاجات جدت تاني الايام اللي فاتت دي؟ ايوه يا فندم، هم اولا من شهر 4 لحد دلوقتي بيظهروا في كل حته عادي، وبيمشوا بالمكن في الشوارع كلها. تمام، وطبعا على طول معاهم سلاح على طول. مم. تمام. طبعا بقى لما بداوا يهددوني كده ويكلموني: لازم تتنازل، لا اما لو شفنا اخواتك او شفناك هنضربك تاني. تمام، وانا ما اتنازلتش لان انا عايز حقي، لان انا اللي حصل فيا دوت مش قليل. من حقك طبعا. تمام. كمل. اه. فما اتنازلتش. قاموا شافوا الولد ابن خالي الصغير، يتيم ابن خالي دوت، يعتبر يعني احنا اللي مربيينه، عنده اه. 17 سنه، قاعد في الشارع. راحوا بعتوا عليه نفرين يا فندم، برضو كانوا في الخناقه ديت، بس انا مش حاطط اسمهم في المحضر. تمام. تمام. نزلوا عليه بفرد خرطوش، فرد راحوا ادوا له خرطوش؟ طلقه. اه. بسلاح ضربوه ناري طلقه يعني؟ وهو قاعد. نعم مم. يا فندم. بسلاح ناري؟ بسلاح ناري بفرد خرطوش. ده امتى ده؟ الكلام ده من حوالي 5 6 ايام، اسبوع مثلا. يعني الشهر اللي احنا فيه شهر 8 ده؟ اه يا فندم. اه. تمام. اه، وعاملين المحضر بارقام المحاضر بكله. والولد حصل له ايه؟ اخذ الطلقه بليه كله، جسمه كله اتملى بلي، اللي هو الخرطوش ده جسمه كله اتملى خرطوش. مم. هبعت لحضرتك طبعا الفيديوهات والصور هتشوف. تمام. تمام. مم. برضه رحنا عملنا محضر ليوسف دوت ابن خالي، تمام. طبعا برضه ما نزلوا فيش اي جابوه؟ حاجه حصلت. ما جابوش نعم. حد برضه؟ لا برضه. لا. اه. رحنا عملنا محضر بالاثنين اللي ضربوه بالنار دولت، تمام. وبرده ما فيش اي حاجه حصلت. اما يوسف، طبعا راح النيابه طلبت منه يروح يعمل طب شرعي. اه. فجاب الورقه من النيابه اللي هيروح بيها الطب الشرعي، وراجع عند البيت في امين شرطه في اسم ال40. اه. قام راح موقفه، قال له: انت يوسف اللي عامل المحضر اه. بالطلقه؟ قال له: ايوه. قال له: طب تعالى معايا عشان نكمل الاجراءات في الاسم. ركب معايا يا فندم، قام راح تمام. وداه مم. اسم السويس، اسم دايره تانيه خالص.
اسم السويس مش اسم ال 40. اه اه. اه خارج الدايره بتاعته، تمام. ايوه يا فندم. مم. مم. رحنا تمام، لكن عمي خالي اللي هو عم يوسف تمام اه. اللي مربيه، راح وراه اسم السويس يسال، قالوا له لا ده هو معمول فيه محضر من امبارح ان في اتنين متهمينه ان هو نزل ضربهم على الكورنيش. قال لهم ازاي، ده يوسف واخد طلقه ونايم امبارح طول اليوم ونزل راح النيابه وجه اه وطول يعني اليوم نايم. يوسف اتضرب بالنار، ما حدش اتحرك. محدش اتحرك خالص واحد امين بالعكس. شرطه نزل له من دايره تانيه عشان هو اعتدى على ناس قاعده على الكورنيش. وهو ما اعتداش خالص اه اصلا، ده هو طب نايم في البيت طب تعبان واخد طب ليه الطلقه مش خليه قادر اعتدى؟ يتحرك. يعني هو اعتدى عليهم بالضرب، نزلوا جابوه وهو متضرب بالنار، ما حدش اتحرك. ايوه يا فندم. تمام. تمام. مم. وراحوا خدوه اسم السويس. تمام. التحريات طبعا المفروض خالي اللي هو راح له ده قال له يا فندم طب اعمل تحرياتك هتلاقي ان يوسف دوت ما نزلش خالص، والولاد دولت اللي هم اللي عاملين له المحضر هم واللي انا عامل فيهم المحضر بيتخانقوا مع ناس تاني نهائي اصلا امبارح وبيضربوا على بعض نار. مم. احنا ملناش دعوه باي حاجه. فبعد اذنك شوف تحرياتك هتلاقي ان يوسف ما عملش حاجه، وهم بيقولوا ان هو ضربهم على الكورنيش. طب شوف الكورنيش مليان كاميرات ومليان حاجات، تمام، اثبت ان يوسف اللي ضربهم. مم. طبعا اما قال له طيب خلاص ماشي هشوفه كده، والتحريات لقيناها اثبتت صحه الواقعه ان يوسف نزل ضربهم. وطبعا يوسف ما فيش الكلام ده خالص. مم. تمام. خالي راح لرئيس المباحث بتاع اسم السويس، تمام، وقال له انت ازاي تعمل صحه التحريات دي، ازاي تعمل صحه الواقعه كده والولد اصلا نايم طول اليوم في البيت، واللي ماسكه واحد من اسم ال 40 مش من اسم السويس. يعني مم. الحوار باين قوي ان هو كيدي وان هو في تواطؤ يا ريس. تمام. تمام. قام راح قال له لا انا اسم ال 40 هو اللي قايل لي اعمل صحه الواقعه. انا ما اعرفش ازاي، انا يا ريس مش عارف ازاي دوت ايه اسم ال بيحصل. 40 قال له يعمل ساعه ما واحده؟ اعرفش، انا مش عارف قالوا له كده ومشوه. ويوسف ده يا ريس النهارده واخد الطلقه زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي في الصوره، وقاعد محبوس في القسم دلوقتي، اخد 4 استمرار لان هم ودوا التحريات صحه واقعه، بس وقاعد محبوس ولا خد علاجه ولا كمل المحضر ولا راح الطب واللي الشرعي. هم تهمينه بقى جم معاه في راحوا النيابه ولا ما حدش ظهر لا يا خالص؟ فندم، راحوا عملوا المحضر ومشيوا مع العلم ان احنا عاملين فيهم محاضر، يعني يعني هم العيال دي اللي يوسف مثلا، عامل فيهم يعني المحضر. خليك بس معايا، يعني اللي اتهم يوسف ما طلعش معاه النيابه؟ لا، راح عمل المحضر في اسم السويس ومشي، ما حدش مسكه. او هم ويوسف اصلا هو اللي ضرب يوسف بالنار. طيب تمام. اتنين هم. تمام تمام. اتنين. فانا يا فندم انا ولا عارف اروح شغلي ولا عارف اقعد في بيتي ولا عارف اعمل اي حاجه، والدنيا معايا كده بايظه خالص وانا مش عارف اعمل ايه. يعني انا دلوقتي اروح بيتي الاقي اسم ال 40 مثلا زي ما ظلم يوسف وخده ويجي يظلمني انا كمان عشان خاطر اتنازل عن المحضر بتاعي بالعافيه. طيب تمام. ماشي يا فندم، انا عايز حقي والله، انا كلمت حضرتك لما جبت اخري يعني.